الله يا سلام. من جمالهم زين روحي ممنونة العصر يبجاه قلبنا المرضى باقي مجنونة طمر يا ربي زدنا عمر بحبه السلام. البان يا سهل يا سلام. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام 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 في سلام منه يا سلام. يا سهل يا الله يا سلام. بالسمح وزين زولي فايت الند بالسمح وزين زولي فايت الند مقدمك رجيك من 80 جد مقدمك رجيك من 80 جد لو جليد حريق جل فصل ما فيك والعجب 70 كانت فيك الحلوين يلا يا سلام يا سلام الله يا سلام. لا طبيب جراح لا جاب شفا ولا راح منه يا سلام. يا الباب يا سهل يا الله يا سلام. جراح لا جاب شفاء لا راح يا سلام يا البان يا سهل يا الله يا سلام.
برضه ما نعم. فيها كلام يعني. نحن يا دكتور سمعنا بغبار الماضي وغبار الذكريات، لكن غبار الروح دي جديدة. يعني كيف تتغبر الروح؟ ما الذي يغبش ويغبر الروح في رأيك؟ كثير جدا اللي يغبر الروح، لكن اهم حاجه ان الواحد يطلع من المساله بتاعت ينتفض يعني. ينفض غبار الروح، دق الحنان بابك وشارع على امل مفتوح. قوم شارك احبابك. فهي دعوه يا ريت نسمع للفرح. منك كمان كلمات ثانيه عشان برضه. والله انا بعد ده وخلي بخربها لكم يعني حسوني يعني على الأقل عشان وندى يسمعوها الناس والفرقه يعني ابدعوا في تقديمها يعني. فحقيقه يعني اكثر من انها خطاب عاطفي شخصي محصور، هي خطاب انا بعتبرها رساله كانت. رساله بالضبط. في ناس كثيره محتاجه تتجاوز الرواسب بالفعل، وان كان للروح غبار انها محتاجه تنفض كده يعني. ايوه نعم. فهي مفردة حلوة. ما حتقولها لنا يعني؟ انا اقول لك واحدة ثانية غير. طيب نسمع. طيب امشي لك ب نص بيقول: يا قلبي ما لك بي، يا قلبي ما لك بي، ما فزها بيلك، ونسام صبايا الحي بيطيبوا هابيلك، وبالعذابك لي سجيل أبابيلك، ويا ألف رحمة علي مسموم صابيلك، وضارب بطون السيف وبشوق بشابيلك، ومن الكلام الني شاري ومعبيلك، وشاخن بنات الحي وفترا شبابيلك، يا قلبي ما لك بي ما فزها بيلك، دمع المودة سخين عطن مناديلك، قلبا ملان وحنين في ريدو ما اديلك، راضع لباك الزين شبعان وهاديلك، ونايم مفتح عين غافي وبناديلك، وسبعا عجاف جايين احفظ قناديلك، زرع المحل والطير كان صح تأويلك، غرزا ضروع الخير قبالي شب جيلك، فازعين سواعد الغير فازعين سواعد الغير مد اسمع عاويلك، ونما النفير تغيير في ليل مواويلك، والباع هواك للغير يا ويلو من ويلك، والباع هواك للغير يا ويلو من ويلك، يا قلبي ما لك بي ما فزها بيلك، نصام صبايا الحي يا سلام يطيبوا هبيلك. يا سلام. دي بقى فيها عودة إلى الجذور والبيئة، وفيها اقتباس برضه كثير يعني فيها شكل جديد بالنسبة لأشعارك. بترصد إنك عايز تغير، عايز تضيف شيء، ولا بتخلي الموضوع للحظة والبوح وقت الكتابة يعني مرات بترصد تجاربك وتحس إنه مفترض والله تنحو منحى جديد او بيحصل يعني كثير جدا. انا بقيف وبراجع وبقرا وبشوف، وبعدين يمكن المنتديات المشاركه الغنى بيخلي الواحد يعني برضه يتحسس ويعرف الناس اللي بيحرك الناس شنو اللي عايزه شنو. لكن يعني انا بفتكر انه يعني اي شاعر او اي كاتب او اي مبدع عموما يعني لازم يفكر في انه يطور نفسه. نعم. ويقدم اشياء جديده ويطرق مجالات كثيره جدا على اساس انه، لكن لازم يكون مبني على الاحساس. نعم. يعني مبني على الاحساس والمشاعر، ما يكون صناعه ما تخش فيه صناعه. يعني انا حاسالك وحارجع لندى بعدين برضه، مساله ما بتتغير، وبالتالي في ناس بيفتكروا انه لا، الاستسهال والتسطيح او التعبير البسيط هو سبب ربما في ردة الغناء. والله أنا يعني بفتكر إنه الأحاسيس والعاطفة والإنسان ما حيتغيروا. إحساس حيظل إحساس زي ما هو، والمشاعر حتظل المشاعر زي ما هي، لكن التعامل مع المشاعر، التعامل مع المواقف بيتغير من زمن لزمن ومن جيل لجيل يعني. لكن المشاعر بتبقى هي والأحاسيس بتبقى هي والمفردة ذاتها هي نفس المفردة، لكن قد تعني بعد آخر. اللي بيبقى يعني استعمال المفردة كيف وفيها صياغ هو اللي بيكون له اثر كبير جدا. وبعدين انا ما قاعد اخاف من المساله بتاعت انه والله الناس تستسهل الغناء، ممكن تستعمل مفردات بسيطه جدا، والمفردات البسيطه دي بتستطيع انك تعبر بها فكره عميقه جدا جدا، وده ما محتاجين له نحن. يعني انا افتكر انه المبدع عموما هو رائد، يعني رائد
وهو عنده رسالة في إحداث التغيير الاجتماعي. أنا ما مع الناس اللي بيقول والله الناس عايزين كده أو الشعب عايز كده أو كده، لا، ده ما دور الرائد. يعني أنا بفتكر المبدع هو مفروض يكون رائد، وهو عنده المقدرة وعنده الخيال اللي بيخلوه يشوف كثير جدا جدا لقدام، لكن يبقى حريف وعنده المفردة والمنابر والاشياء اللي بيقدر يجيب معاه الناس. نعم. عشان يحدث التغيير الاجتماعي، لكن ما يقعد ويقول والله لا، لانه الشعب عايز كده او المواطن عايز كده او المستمع داير كده، انا ابقى على كده. لا، انا افتكر ده ما دور المبدع. يعني نعم. المبدع المفروض يكون يقود للتغيير الاجتماعي. ندى، النصوص بتفرض نفسها عليك ولا مرات برضه بتفكري في الناس اللي بيسمعوا انهم عايزين كده، او والله الفكره دي ممكن تكون لافته او ممكن تكون مدهشه، كلمات غريبه، مدخلها غريب، مباشره اكثر مما يجب مثلا، باعتباره برضه دي بقت يعني الغرابه او الدهشه بيعتمدوا على الناس برضه في انه في انه الاغاني تضرب. يعني هل بتحس انه الاغنيه بتاعتك دي ممكن تضرب ودي ممكن تكون عاديه، حيكون عندها مستمعين مختلفين ودي ممكن يكون بيسمعوها كل الناس، او من اول لحظه انت غنيتيها حتقوم تتحفظ او زي ما نقول احنا ضربت في السوق يعني؟ ما قلت لك الحكايه بترجع للمعاشه والاحساس بتاع الفنان، اول الشيء دي للاساس. الشيء الثاني بفتش الاغنيه اللي بيكون فيها موضوعيه، والاغنيه اللي بتهبش الناس، والاغنيه المفرده بتاعتها غريبه. دي الحاجات انا بفتش ليها. غريبه بمعنى انها ما متداوله، ولا غريبه أيوة، بمعنى انها بسيطه مرات؟ الحاجه الغريبه دايما بتلفت نظر الناس. لكن الشيء العادي المتداول ده ما بكون جديد على الناس. عشان كده انت لما تفتش الحاجات الغريبه، الحاجات اللي بتهبش الناس، الحاجات اللي بعض من يعني الناس ما ملتفتين ليها، يعني الفنانين، يعني دي بترجع لشنو؟ انه الفنان يعني يحاول يميز حاجاته، يختار الحاجات اللي بتميزه، بتخليه هو مميز. الحاجات اللي بتكون فاقدينها الناس بيفتشوا ليها، بتحاول انت تفتشها دي للناس. طيب شنو من الحاجات دي الغريبه دي؟ والله الليله اغرب من غريبه. يا ساتر. اغنيه جديده لهيثم عباس وبحييه. اغنيه اول مره طبعا هيثم عباس يتكلم، يعني يكتب اغنيه باللهجه بتاعت الغرابه، وانا بحيي كل اهالي الغرابه في دارفور وغرب السودان. نعم. الاغنيه دي هي جايه، الفكره بتاعتها جايه من الرساله اللي رسلها يونس ود الدكيم، اللي هو كان الشخصيه معروفه مهابه. نعم. يونس ود الدكيم رسل رساله لوينجد باشا بيحذروا فيها، وكان كلامه مختصر فيها. قال له والله كان جيناكو ندقوكوا دق ونربوكوا رب ونشربوكوا شراب ونبلؤوكوا بلي وسلام. يا سلام. بس يعني شوف رسل الكلام ده وقال له في كلام بسيط. فقام هيثم كتب الاغنيه دي، كتب الكلام من عنده، ودخل الرساله بتاعت يونس ود الدكيم. الكلام بنفس اللهجه؟ ايوه بنفس اللهجه بتاعت الغرابه. والاغنيه هي او طريقه النطق، يعني طريقه النطق بتاعتهم. نعم. انا الحمد لله يعني كان شويه غريبه علي، غريبة علينا انه متعودة على الجعلين وعلى السيرة، لكن ان شاء الله اقدر اديها بنفس الطريقة، لانه الحتة بتاعت الرسالة هيثم كان شرط الوحيد انه الحتة دي دايرة رجالة. قلت له لكن انا ما راح ابقى راجل كيف؟ الحتة دي لازم تترجلي فيها حتة الرسالة. هو الغريبة كل يعني حتى فكرة الحماسة وكده وراء النساء. أيوة يعني زي مهيرة بن عبود ولا بنونة ولا كل المسائل.
الخير عفريت المشاكل إلى وين قد باشا كبير النصارى والله كيف هجيناك ونتركوك ودق ونربوك ورب ونشربوك شراب ونبلغوك بني وسلام. داير لها الزمان صفقه طبعا الرجاله شديده لكن ايوه يعني انا والله شاكر جدا لهيثم يعني انه يعني يثبت الاشياء دي وبعدين حقيقه فيها شغل حلو جميل يعني بالرغم انه صعب انه الواحد يلتقط الكلام بسهوله يعني لكن صحيح. هي طبعا المطلع بتاعه بيقول لو ينزندو تمر الكنيت الكندو ما الرجال القش فرسان الحوبة الجدري والشيروبة شنو بنا ينقش فالكنيتي طبعا شغل بتاع كلمة بتاعت غرب السودان منتشرة جدا وبتعني الشجر الكثيف الأقل من الغابة نمر الكنيتي أيوة وعندهم أغنية مشهورة بتقول أرنب الكنيتي امبارح وين بيتي فدي مفردات ذاتها حلوة جميلة بالنسبة لك والحياة الجميلة فيها طبعا الجدري اوريدي انتهى خلاص في العالم لكن الشيروبة هو السكري مرض السكري يعني ايوه طيب احنا مع الرجال الشديد ناخذ فاصل نجي راجعين حلو خليكم معنا. دكتور شادول ان شاء الله القيامه تقوم انا ما داير اتكلم عنها تحديدا لكن يعني بتساءل عن المساجلات كواحده من العناصر بتاعت كتابه الشعر اللي كانت بترفض الساحه حقيقه باشياء جميله لانه بيكون فيها النديه والتنافس بين الشعراء وطلعت حاجات جميله يعني دي واحده منها. هل انتهت؟ هل لازل تواصل بعض الكتابات والمساجلات مع بعض والله هي المساجلات الدرب والشعراء؟ أيوة يعني المساجلات والاخوانيات دي حاجه مهمه وجميله وبتجي عفوا طبعا ما مقصوده يعني. القيامه طبعا من المساجلات اللي اشتهرت مع الاستاذ الرائع المرحوم حسن الزبير. نعم و يعني يمكن لانه يعني سمعت كثير ممكن اقول لك حاجه ثانيه غير القيامه ودي حاجه قديمه بترجعنا لزمن الجامعه. احنا كنا طلاب في الجامعه جامعه الخرطوم في كليه الطب وكان معانا عدد كبير من الشعراء من ضمنهم اخونا نيل الجيلي الكباشي له التحيه وربنا يديه الصحه والعافيه. والزمان ده كان البنات في الجامعه عدد بسيط جدا جدا ومن الصعب جدا انك تلقى بنت ولا تقدر تتكلم معاه ولا كده. فالنيل نتيجه لموقف بتاع استفزاز في واحده من البنات استفزته وهي برضها كانت دفعتنا بحاجه بسيطه جدا هو معجب بها باعتبار انها فيها كل الصفات السودانيه وكده لكن قامت سلمت عليه كده باصبع والحكايه دي زعلته جدا جدا. فقام قال لها يا خساره يا خساره كنت فاكرك جد اميره فيك تهت وبيك بحت وقلت عنك احلى سيره فيها جسدت الاصاله وكل امالي الكبيره في ضفايرك وفي مشيك ولبسه التوبه الاديبه. يا خساره يا خساره كنت رافعه الطيبه رايه وشايله في عينيك مرايه بقرا فيها الصور كثيره روعه النيل والاصائل زحمه العمر المريره ناس بتشتل ناس بتجني ناس تناقش في مسائل ولما يوصلوا للحلول يبدوا يكتبوا في الرسائل للمفتش والمدير والمحافظ وبعد بكره يجيهم الرد بالبريد وما في زول بيقراه الا مدرس الحله الوحيد والمدرس بيبدا يقرا ولما يخلص ليه يرجع من جديد وفي النهايه قضيه الدوله الوسائل. يا خساره يا خساره الزول مهاجر ضيع طيبته البنادر كل حاجه تبدلت حتى العباره والسلام بقى بالاشاره. ما اظنك تاني تسالي عن قرايبك ولا مره يمر بخاطرك انه عندك ناس غلابه وناس تعابه وناس بيصينوا لك عرضك وفي حماهم تلقى عزك وتلقى اكبر من اماره.
يا خساره ويا خساره ويا خساره. رديت له قلت له شنو؟ شاءت الظروف شكلك كده. ايوه عملتها محامي دفاع في الحته. بالضبط كده. نعم. انا حقيقه حبيت اواسيه آه. وبعدين في نفس الوقت عايزه يحافظ على الاشياء الكثيره الجميله اللي كتبها. وشاءت الظروف اننا نمشي المكتبه سوا في المساء ونكون قاعدين في المكتبه وتجي نفس البيت وتقعد معانا في الهناي وبنسالها عن احوالك كيف، قالت والله انا ما كويسه، ابوي عيان وامي عيانه والامتحانات فضل لها اسبوعين وظروفي كعبه وكده. فقلت للنية لها ما غيرت رايك؟ قال لي ما غيرت رايي. فقمت انا كتبت له مواساه، قلت له ما خساره، ما خساره وكيف خساره، ياما تهت وياما بحت وقلت عنها احلى سيره، في رحاب السمره تهت وفي رحاب الخضره رحت ودبت في خمج الضفيره، في مشيها وفي سلامه وفي كلام فيه غنى وفي سبيبات المسيره وفي البساطه وفي الاناقه ولبسه التوبه الاديبه قلت غنيت الاميره. ما خساره، حقه يا النية تسامح، حقه تعفيها وتقدر، ما هموم الدنيا شاغله يوم تبكي ويوم تودر، حقه تعرف انه يمكن طار يا ماما ولا بابا، حقه تعذر ولا يمكن هم دروسه ولا في الجايات تفكر، ولا يمكن هيبه منك وليك في الاعماق مكان، خايفه لو قالت كلامه يفلت الريد من لسانه، خايفه لو بالعين تسالم تفضح العينين حنانه، خايفه لو ببسمه حيت انت تعرف سر زمانه، ولا يمكن ويمكن الاعذار كثيره وما خساره، ما خساره، لسه طيبه، فيها طيبه القريه عايشه وفيها طعم القريه بادي، وفي العوينات غيمه فايته وغيمه جايه وغيمه ترحل للبوادي، فيها صور تمونه تحلب وناس بيسوقوا الضان ويرعوا ولسه عايشين بالمبادئ، فيها اوشيك بخلاله وسيفه نازل غنى يسرح في البوادي، خنجر مبلوي ودركته درعه من شر الاعادي. ما خساره، ما خساره ولسه طيبه، فيها من دارفور بساطه ومن شوال الوادي طيبه ومن بنات الخاص حبه ومن جمال الزاند قامه واستقامه ومن ضرايح كسل رهبه وماخذه من اللوبيا خضره وشايله من النيل محبه ومن سما السودان صفاها وتاتا جاها القاش سقاها وحبه في اعماق شبه وياما في البسمات سرحت وفي العيون الضاحكه رحت وعشت عمرك كل غربه. ما خساره، حقه تسحب يا خساره وحقه تكتب يا حلاوه ويا نضاره ويا شطاره وما خساره وما خساره وما خساره. والله المحامي شاطر لكن براءة يعني. ما عنده اي كلام. بعد الخسارات دي والما خسارات دي نسمع شنو يا ندى؟ حنقدم عمل للدكتور ثقباني وانا بحييه من دوله الامارات. نقول له كفاره كمان عرفنا. هاي كفاره، هو مر بوحكه صحيه. نعم. بقول له سلامتك يا ندى العنبر، سلامتك من حسد والشر، وبقدم له اغنيه يا قلبي ما تهتم كثير لساب هواك ودروا، الدنيا دوارة مصير والناس مصير تغيروا، كلماته والحانه. نعم نسمع.
شكرا يا ندى. انا يمكن يعني عايز اسال سؤال ابتدائي، هل نسال الكلام ده بعدين برضه لندى بطريقه مقلوبه ونحن في خواتم حلقتنا، هل الكتابه لمغنيه لصوت نسائي تستدعي خصوصيه ده كان هاجس بالنسبه لك؟ لانه ده حوار برضه يدار في انه المراه يكتب لها نوعيه محدده من الشعر او يناسبها نوعيه محدده، لانه هي برضه الناس بتفتكر انها بتعبر عن بنات جنسها يعني على الاقل. اما الان النظريه دي تكسرت يعني. والله طبعا ده سؤال حلو جميل يعني، لكن انا ما جربت الحاجه دي يعني، ما قصدت انه اكتب حاجه بلسان المراه للمراه يعني. لكن بفتكر انه الكلام ممكن يخاطب الاثنين، يخاطب الرجل ويخاطب المراه، لانه في النهايه مشاعر واحاسيس. ممكن تكون في مفرداتها هي تنفع يعني تناسب المراه ومفردات تناسب الرجل، لكن المواضيع ككل هي واحدة يعني. أنا شخصيا ما كانت هاجس بالنسبة لي، ما فكرت في يوم من الأيام إنه أنتقي حاجة معينة للمرأة يعني، ولا حتى في الخطاب اللي هو بالضمير يعني. في ناس بتكتب لا حتى في حتى مثلا بالضمير يعني مثلا عندي حاجة بتقول فرحانة ببكرة وبزخة المطر وطعم الأماني معاك وريحة الهواء العطرة بلسان امرأة. نعم. لكن الموضوع هو نفس الموضوع يعني. نعم. يعني بيهبش الرجل وبيهبش المرأة. نعم. ندى انت بالنسبه لك كيف القصه؟ هل يعني بعض الناس ممكن يقولوا انت ما قدمتي نماذج كثيره لاشعار كاتباها او كتبتها شاعرات يعني، وانت المفروض برضه تعبري، مع انه عندك اغنيات كانت اشبه باغنيات البنات او يعني من صياغه ومن لحن عزاز علينا، وكثير كثير يمكن يكون من اغنياتك. حاسه انه ده مهم يعني انك برضه كل فتره والتانيه برضه المفروض تخاطبي بنات جنسك بموضوعات فعلا انا غنيت اغاني كثيره لبنات جنسي. غنيت راجل ستره، المراه كيف تحافظ على راجلها. غنيت اصيله ولدي الزوجه الصالحه. غنيت سمح العلم سمح الشهاده لاماتنا الزمان ما تعلموا وما وصلوا تعليمهم. غنيت اغاني كثيره كلها كاتبينها أيوة. يعني الجنس الخشن، لكن لا كاتبه الجنس الخشن، لكن لكن أنا عندي هل هو عندي يعني اسلم لي عوض، وعندي شيء للحمول الاخرين، وعندي عزاز علينا. اغاني كثيره وجاريه سنين جاريه كاتبه سحر ميسره بحييها. برضه دي يعني بيت يعني من الاغاني حاسه انه دي حاجه مهمه ولا هي مهمه؟ يعني لانه نحن ممكن اي زول يعبر عن الثاني، والخطاب ممكن يكون بيشمل الاثنين يعني. فعلا لانه البنات بيفهموا بعضهم يعني. البيت ممكن تقرا احساس البيت اخوتها، او بيقدروا يكتبوا الحاجه اللي هن عايشينها. العايشينها ما ممكن تكون للناس معروفه برا، او الحاجات اللي ما ممكن الناس كلها ممكن تكون. ده زمان ولا هسه؟ لكن لا ما اي زمان. وحتى اغاني البنات جايه من شنو؟ جايه من مشاكل البنات، من حاجاتهم الخاصه كده يعني. الحاجات الاغاني بتاعت البنات جايه من الحاجات دي. فعشان كده يعني البيت لما تتعامل مع بيت باحساسها برضه بيكون يعني حاجه براها دي يعني. واحساس الرجل ده برضه براه يعني. الرجل لما يكتب لك حاجه يعني، دكتور فرح حسن لما يديني اغاني او بعض من الشعراء ادوني اغاني من الاغاني بتاعتهم يعني، انا بشرني كمراه كمرأة، لأنه أنا بغنيها بصيغة مرأة يعني. ما بغنيها بصيغة يعني رجل يعني. أغني أنا وأتمثل في شخصية بتاعت راجل. نعم. كويس. فبقوم بغني الأغنية أنا يعني بتكلم عن نفسي. نعم. فبتهبش يعني اخواتي وبتهبش راجل. ما بالضروره الكاتب ممنوع أيوة. راجل ولا أيوة. انثى. ندى كتر خيرك كثير، وشكرا برضو للفرقه الجميله اللي صاحبتك عزفا على كل الالات. التحيه لك برضو يا دكتور، وما تطول الغيبه يعني. هذه الاعمال الجميله يعني المغناه منها والمكتوبه بالتاكيد هي حق انها تصل للاذان اللي بتحب كلماتك ومفردتك. شكرا لك عزيزي المشاهد، كانت هذه هي الاطلاله الاولى بعد غيبه.